الايام اللي فاتت دي كان فيه الحقيقه يعني بلغه الفيسبوك هري جامد جدا يعني وحكايات غريبه جدا بتحصل. وانا في تقديري يعني المتواضع ان يعني زي ما بقول يعني الناس اللي بتتكلم يعني نحن لم نشتري اي شيء عشان نبيعه، ولم نمتلك اي شيء عشان خاطر ان احنا نفرط فيه. لا احنا اشترينا ولا امتلكنا عشان نبيع ولا نفرط. الناس اللي بتتكلم بداية برضو عايز بس نقطة تانية، عايز أقول إن يا ريت أي مصري عنده أي وثيقة، عنده أي حاجة تفيد لنا أحقية في الجزيرتين دولت، يا ريت يقول للدولة عليهم، حتى مش بتكلم يقول لأي حاجة. دي نمرة 2. نمرة 3 بقى لما بتوصل المسائل، يعني الحقيقة بقى الوضع اللي بيحدث دلوقتي بقى وضع مؤسف جدا. أنا في تقديري إن لو ما كانش اتعرض موضوع ترسيم الحدود البحرية، وده موضوع معمول من زمان وهشرح لحضراتكم كل حاجة بالتفصيل في اللي جاي ده كله، وأعتقد إن حضراتكم المفروض يعني سمعتوا من كل الأطراف، إنما ما علينا. إنما الموضوع ترسيم الحدود ده حكاية. إنما لو ما كانش الحدوتة دي اتقالت أو أعلنت أو أي شيء كان برضه هتحصل مشكلة. يعني هيطلع حد يقول لك هو ليه الملك خادم الحرمين صلى في الحسين ما صلاش في السيدة؟ او ليه جامعه القاهره اللي تديله مش جامعه عين شمس؟ ده هو مش عارف ايه، لان احنا خلاص بقى في ناس مترصدين ومتربصين اللي يعملوا مشكلات.